رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعلوم على الله، حيث الوجود حقيقة إله، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الموج كبره والحوت ناجاه، والطير سبحه، والنمل تحت الصخور السم مجده، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. يروى في الأثر أن الإمام الشافعي قال: جاءني ذات ليلة في المنام ملك الموت فأجرى بيني وبينه حوار، فسألته: يا ملك الموت كم بقي من عمري؟ فأشار لي ملك الموت ب5 ثم انصرف. فاستيقظت من نومي وأنا لا أعلم ماذا يقصد ملك الموت، أ5 أيام أم 5 ساعات أم 5 سنين؟ فاستيقظت من نومي وذهبت في ذاك الوقت إلى ابن سيناء وقلت له: جاءني البارحة ملك الموت فأجرى بيني وبينه حوار، فسألته كم بقي من عمري فأشار لي ب5 وأنا لا أعلم ماذا يقصد بهذا ال5. فقال له ابن سيناء: يا إمام يا شافعي، أراد أن يقول لك ملك الموت إن سؤالك هذا من ضمن 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، مصداقا لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، بداية اقدم خالص العزاء الى اسرة والدي وعم الحاج ابراهيم رحمة الله عليه، وبالاخص الى الحاج مدحت عرفة والى الاسرة الكريمة واهل البيت. كما اقدم خالص العزاء بالاصالة عن نفسي وعن اولاد حمودة بضماس اصحاب الفراشة ومقاولين الصوتيات لمركز ومدينة نيرغم، الحاج سيد حمودة وبالحاج سيد الزمن والحاج سيد العتباني والاخ سمير 25 يناير. كما اقدم خالص العزاء الى السادة الضيوف. وختاما واخيرا وليس باخر، القرآن الكريم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن، ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ التلاوات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، القارئ بمحافظة التقارية ومركز ومدينة نيرغم، الفضيل القارئ مولانا الشيخ إسلام الإمام قارئ القرآن الكريم، القارئ والمقيم بقوم النور مركز نيرغم بمحافظة التقارية. سائلين المولى جل وعلا له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم
بالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى
ورحمة لقوم يؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ودون الجهر من القول بالغدو
ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم أسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله لا يستكبرون عن عبادته فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك
الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. الله يكرمك يا رب. ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قل يهدي به الحائر وبحر علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد. فكما أكرمتنا اللهم بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، نسألك اللهم أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة العطرة والتي تلا علينا ذلكم العلم القرآني المعروف المشهور، قارئ تلاوات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، القارئ بمحافظة القهرية ومركز ومدينة ميت غمر، الفضيلة القارئ مولانا الشيخ إسلام الإمام قارئ القرآن الكريم، القارئ والمقيم بكوم النور مركز ميت غمر بمحافظة القهرية. سائلين المولى جل وعلا أن يغفر لمن توفى ولمن كان هنا حيا. على لقاء الخير بمشيئة الله تعالى بعد صلاة العشاء. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.